أكد ربيع ياسين نجم الأهلي السابق أنه لا يوجد فريق في مصر حاليا قادر على مجاراة قدرات النادي الأهلي سوى بيراميدز فقط لامتلاكه دكة بدلاء قوية. انتقد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق نبيل عماد دونجا بشدة لكونه منشغلا بأمور خارج كرة القدم والاحتفالات المثيرة للجدل. أشاد إبراهيم سعيد بشدة بمروان عطية، مؤكدا أنه كان نجم المباراة وبمثابة صدادة أوقفت خطورة عبد الله السعيد وناصر ماهر تماما. انتقد تامر عبد الحميد لاعبي الزمالك مؤكدا أنهم ظهروا بأدنى مستوياتهم. تحفظ تامر عبد الحميد على المطالبة بإقالة فيريرا حاليا، مؤكدا أن الظروف التي يمر بها النادي لا تتحمل أي تغيير جديد. هاجم مجدي عبد الغني جناح الزمالك الفلسطيني آدم قائد، مؤكدا أنه لا يعلم لماذا يلعب كرة القدم ومن أين أتى به النادي. أكد محمد أبو علي الناقد الرياضي أن فوز الأهلي يعود لعدة عوامل، منها ذبح حسين الشحات عجلا وتوزيعه على العمال، وجمع اللاعبين أموالا لتوزيعها، وعزومة ياسر إبراهيم للاعبين. تراجع الأهلي عن منح لاعبي الفريق راحة قبل مواجهة كهربة الإسماعيلية حتى لا يمنح اللاعبون إيحاء بأن المواجهة سهلة. أبلغ وليد صلاح الدين اللاعبين بوجود مكافأة إجادة ستصرف للجميع للفوز بالمواجهة والنجاح في اعتراء صدارة الدوري قبل التوقف الدولي. يدرس وليد صلاح الدين التعامل مع مروجي الشائعات عن لاعبي الفريق بطريقة مختلفة قد تصل إلى إحراجهم علنا. تطالب بعض الأصوات في نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد حسين الشحات في رابطة الأندية بسبب صورته الساخرة من قصر قامة إخوان الفينا. يخضع محمد هاني لفحوصات طبية للاطمئنان عليه بعد شكواه من شد خفيف في العضلة الخلفية بعد القمة. يواصل كريم فؤاد ومحمد شكري الغياب عن الأهلي لعدم اكتمال شفائهما، مع شكوك حول لحاق أشرف داري وجراد شار بالمواجهة. أكد الأهلي أن إصابة حسين الشحات أمام الزمالك عبارة عن كدمة خفيفة في الكتف ولن تعيقه عن التواجد أمام كهربة الإسماعيلية. منح الزمالك لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة بسبب رفض بعض اللاعبين خوض التدريبات إثر أزمة المستحقات. احتفل كهربا على انستغرام بتألق حسين الشحات ووصفه بالنينجا، وتريزيجيه ووصفه بالهداف. أكد موقع الوطن أن حسين لبيب وعد مجلس الإدارة بتوجيه الشكر لفيريرا أي إقالته بعد مباراة غزل المحلة لصعوبة ذلك قبل المواجهة. نفى مصدر بنادي الفتح السعودي وجود مفاوضات لفسخ عقد المدرب البرتغالي جوزيه غوميز رغم تراجع النتائج، مؤكدا تمسك الإدارة به ونفيه رغبته في الرحيل لتدريب الأهلي. أكد محمد هاني أن من يروجون لوجود مشاكل في غرف ملابس الأهلي لهم أغراض واضحة، وأن كل لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد. يرفض هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بشكل قاطع ما ورد في خطبات بعض الأندية من شأنه التقليل من مكانة الحكام المصريين. تلقى اتحاد الكرة عرضا لمواجهة منتخبنا الوطني لإيران وأوزبكستان وكاب فيربي وديا في شهر نوفمبر المقبل بالإمارات. بالرغم من انتصار الأهلي، أعرب أحمد عادل نجم الأهلي السابق عن قلقه قبل دوري أبطال إفريقيا بسبب الأخطاء الدفاعية الساذجة والفردية في أداء بعض اللاعبين.